فوق يا جماعه. الواحد بقاله كتير واخد باله ان هو ما بينزلش حاجه، فاهم؟ ده يعني حتى بدات تظهر بعض التغييرات بدات تظهر بعض الملامح، يعني وجع القلب يعني والحاجات دي يعني بسبب المدرسة. بس ده مش مهم يعني، احنا كويسين عايشين الحمد لله. الواحد بقى حاسس ان هو كل ما زاد ليفل ان هو بيتفاعل اكتر قدام الكاميرا، كل ما زاد ليفل التوحد اللي عنده. يعني انا حرفيا بتكلم قدام الولا شيء. نتكلم بقى في المهم. بصوا كده معايا يا رجالة، احسن النضارة اوعى. بصوا الرقم ده، بصوا ده كام؟ 71 صح؟ رجلي الرقم ده خلاص ما بقاش 71. احنا بقينا كام؟ احنا بقينا كام على القناة؟ يعني انا بقالي كتير ما نزلتش. بقينا كام؟ احنا بقينا كام فعلا؟ ايوه. نرجع بقى لموضوع. بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات. عارف ان بقالي كتير فعلا ما بنزلش فيديوهات. ايه السبب بقى ان انا ما بنزلش فيديوهات؟ مفيش صراحة. النهارده فكرة الفيديو بسيطة. انا الصراحة كده يا جدعان جاي افضفض. هو انا حاسس ليه ان الكيس اغلى من اللي جوه؟ يعني الكيس ما شاء الله يعني معمول. انا هسيبه كده. فانا زي ما قلت النهارده جاي هفضفض شويه صغننين، ولو طولت محدش يزعل مني. صوتي اهو بقى. فالمهم بقى فكره فيديو النهارده هنتكلم عن عشوائيات. يعني النهارده يعني الفيديو ده انا ظاهر عليا قوي. يعني اعراض التوحد يا جدعان. انا مفيش حد اشتكي له رايح اشتكي قدام كاميرا. عارف انت الشعور بتاع انك في حاجات كتيره جدا عايز تحكيها، بس انت عارف ومتاكد ان مفيش اي حد هيعبرك. حاسس انك مجرد نكته، مجرد شخص بيضحك الناس، حتى لو هما اه تقريبا شغل العواطف ده والكلام ده مش داخل معايا خالص. النهارده يا جدعان هنتكلم عن المحتوى الهادف. عارف يعني ايه محتوى هادف؟ يعني منيري ما قلتليش يعني ايه رايك في الكوتش الجديد؟ يعني كوتش جامد يا جدعان، يعني جامد جدا اللي لسه جايبه من دار ايتام. كنا بنتكلم عن ايه؟ يا جدعان ما حدش ياكل من عند الراجل ده يا جدعان. دايما لما بفتح التيك توك بتطلع لي عارفين انتوا الفيديوهات اللي بتبقى افلام قصيره دي، اللي بيبقى ليها اجزاء كده، وتخش على القناه ما تلاقيش الجزء اللي انت عايز تتفرج عليه. ماشي، ده مش موضوعنا. اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى اولها يعني عندك لو احمد السبكي شافهم ممكن بص اي حد هتلاقي بدايه الفيلم القصير بتاعه اوله يعرف ان الفيلم ده هيبقى ابنه. بيبقى فيه محتويات هادفة برضو، يعني مش كلهم بيبقوا اي كلام، بس يعني فاهم قصدي. يعني مثلا عندك في واحد اسمه كساحة. عارف كساحة؟ خليه كساحة ده يعني الكونتنت بتاعه جميل، كل شوية يعلمك حاجة جديدة. وعندك منيري اللي عرفنا يعني ايه تين شوكي بالانجليزي. يا جدعان الكبدة بتاعت الراجل دي وحشة جدا يا جدعان. والمحت وفي ناس عسل جدا في مصر بتقدم محتويات هادفة، يعني زي عمك حمدي الوزير مثلا. هو كان اسمه ايه؟ انا اللي كان بيعمل الجيار. يا جدعان الجيار ده الكينج يا جدعان، الكينج بتاع 2025 ومن ساعه ما بدا صراحه ما اعرفش هو بدا من امتى. لو انتوا ما تعرفوش انا فنان من صغري. يعني عندكم مثلا يا جدعان اهو، يعني الرسمه الجميله دي الرائعه، ويا بقى على الرسمه الفنيه الجميله دي يا جدعان. الرسمه دي موت. بس انا مش فاهم يعني ايه القرف اللي انا كنت برسمه ده. يعني ايه القرف يعني؟ بصوا كده، بصوا يعني شغل مقرف يعني. بصوا يعني رسومات مقرفه جدا. ايه القرف ده؟ حد يفهمني ايه القرف ده يا جدعان؟ ايه القرف ده؟ يعني انا كنت بعمل ايه في حياتي؟ اهو اتفضل يا سيدي، اتفضل. يا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ ايه القرف ده؟
ايه القرف ده كمان؟ يعني ايه القرف ده؟ واحد سكران يعني. ايوه بقى، يعني دي حلوه جميله اهي، احنا كده بنتكلم. هو ده الفن، هو ده الفن. now we're talking bro. ده الفن يا جدعان، مش اي كلام. مش بياع بطاطس انا يعني. عندكم ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ عشان بس تكونوا شايفين ايه القذاره دي. ورسمتي دي يعني قال يعني حزين، يعني انا حزين، انا بعيط، فاهم؟ ايوه كده، ايوه هو ده طه حسين يا جدعان. طه حسين بتاع الروبابيكيا. يا اسطى حط لايك اهو 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 اهو. هي مش باينه اصلا يا عم. امي دي شغلانه بقى. يا اسطى وحياة امك يا اسطى حط لايك يا اسطى. يا اسطى حط لايك يا اسطى. يا اسطى حط لايك يا اسطى.